في خطوة جديدة نحو إعادة الهيكلة الفنية، شرع المدير الفني الجديد لنادي الترجي الرياضي التونسي كريستوف تشانتروي رسميا في مهامه داخل الحديقة باء، واضعا إصلاح فرع الشبان على رأس أولوياته. ومن بين أول قراراته اقتراح تعيين كريستيان باكوني للإشراف على فريق الأكابر باء. مصادر مقربة من إدارة النادي أكدت أن باكوني هو الأقرب لهذا المنصب نظرا لتجربته السابقة فيه، بالإضافة إلى سيرته الذاتية المميزة، خاصة مروره بنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي. من هو كريستوف شانتروي؟ المدير الفني الفرنسي شانتروي يعتبر من الأسماء غفى المتخصصة في تطوير الشبان، وقد راكم تجارب ثرية داخل مراكز تكوين أوروبية في فرنسا وبلجيكا. يمتاز بأسلوبه الصارم في التنظيم والتخطيط، ويملك نظرة بعيدة المدى لتطوير البنية الفنية للأندية، وقد تم منحه صلاحيات واسعة لاختيار الإطارات الفنية لكل الأصناف، وهو ما جعل إدارة الترجي تمده بسير ذاتية لعدد من اللاعبين الدوليين التونسيين السابقين، مثل إيهاب لومباركي والعربي جابر، اللذين طرحت أسماؤهم لتولي مهام تدريبية أو مساعدة داخل النادي. إعادة هيكلة شاملة في فرع الشبان. التغييرات الجارية داخل فرع الشبان لا تقتصر على التعيينات، بل تشمل أيضا إعادة هيكلة تنظيمية كاملة يقودها رئيس الفرع الجديد وائل الطرخاني. ويبدو أن النادي يسعى إلى ضخ دماء جديدة في هذا القطاع الحيوي بعد موسم لم يكن في مستوى تطلعات الجماهير. في الختام، هل ترى أن هذه الخطوات كافية لإعادة بريق مدرسة الترجي؟ وهل باكوني هو الرجل المناسب لقيادة الأكابر بي؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. إذا أعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا إعجاب وتشتركوا في القناة استوديو الرياضة لمزيد من الأخبار الحصرية والتحاليل الكروية، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد أول بأول. دعمكم هو سر استمراريتنا. كان معاكم فريق استوديو الرياضة، نلقاكم في فيديو جديد. إلى اللقاء.